مرحبا بكم جميعا. كلام للتاريخ حتى الجميع يعرف الماضي والحاضر من بطولات الأجداد وأحفادهم. مجتمعاتنا التي تم نعتها بعرب الشتات، هذه المجتمعات هي العمود الفقري والدرجة الحقيقية التي ظلت تدافع عن السودان وشعبه. عندما دخل الاستعمار التركي ثم تليه الإنجليزي إلى السودان، فما كان للمهد من أقصى الشمال إلا ويذهب إلى كردفان ثم دارفور، ولم يجد الأكثرية التي أيدته إلا من عرب كردفان ودارفور ثم النوبة والجنوبيين. فهؤلاء الأبطال هم من نصر المهدي ضد الغزو الاستعماري في السودان. اليوم الجميع يتغنى بأغاني كرر وشيكان. أغاني كرر وشيكان أبطالها الحقيقيين هي هذه المجتمعات. أمشوا للعاصمة التاريخية للسودان أم درمان، أمشوا كل المسميات للأحياء والمعالم التاريخية بتلقاها بأسماء عرب دارفور وكردفان، وده خير دليل وخير مثال. إن كان للآخرين وجود، فلماذا لا توجد لكم مسميات تاريخية في العاصمة التاريخية للسودان أم درمان؟ في الحروب الداخلية، عندما قبش الإعلام الجميع بالآلة الإعلامية في الحروب الداخلية، فكان العمود الفقري الحقيقي للجيش هم عرب كردفان ودارفور، وحينها الجيش كان فارض نفوذه على كل أقاليم السودان وناشر فيها الاستثمارات التي تخصه وفي أمن وأمان. وعندما حارب الجيش هذه المجتمعات فخسر، والآن بفرفر من أجل الحفاظ على الخرطوم ومدرمان، فإنها القوى البشرية الحقيقية في السودان إنهم عرب كردفان ودارفور. هذه حقيقة يا سادة. أما الآخرين والواقع من يظن غير هذه القبائل والشعوب هو سند حقيقي للجيش، فلا ننظر إلى حال الجيش الذي أتى بمرتزقة من تشاد أمثال عثمان ديلو، وبالأورطة من أريتريا، وبالتيغراي من أثيوبيا. هل استطاعوا نصرة الجيش؟ انظر إلى المرتزقة، ميليشيات مناوي وجبرين وطرطور وغيرهم من